مساء الخير، يوم جديد وحلقة جديدة بنبدأها مع حضراتكم. هنكون موجودين معاكم لمدة ساعة بموضوع طبي جديد، وحلقتنا النهاردة هي حلقة خاصة بالمخ والأعصاب، وهنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا وهو السكتات الدماغية. هنعرف ايه هي السكتات الدماغية، مين او ايه السن اللي ممكن او وارد يتعرض فيه الشخص اكتر للإصابة بالسكتات الدماغية، هل هي بيتدخل فيها عامل الوراثة، هل في أسباب ممكن تؤدي للسكتات الدماغية، ايه الأعراض المصاحبة ليها، ازاي بيتم إنقاذ الشخص، ازاي بيتم التشخيص والعلاج. هنتكلم عن حاجات كتير جدا لأنها حالة تعتبر من الحالات الطارئة المهمة جدا اللي لو تم إنقاذ فيها المريض بشكل سريع بيتم إنقاذ حياته بشكل كبير جدا. عن الأعراض وعن التشخيص وعن المضاعفات هنتكلم النهاردة مع ضيفنا أستاذ أمراض المخ والأعصاب والقسطرة الدماغية دكتور أحمد البسيوني. دكتور منورنا ومشرفنا، وموضوع متهيألي مهم وناس كتير قوي عايزة تعرف معلومات عنه. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين، وسعيد جدا ان انا معاكم النهارده عشان يعني نلقي الضوء شويه على المرض المهم اللي تقريبا يعني ما فيش اسره في مصر أباك لم تعاني منه في المحيط، سواء القريب او البعيد. أباك كل الناس يعني بالذات كبار السن بيتعرضوا لحدوث سكتات دماغيه. طيب حضرتك قلت ان مفيش اسره ممكن ما تكونش مرت بحاله طارئه من السكتات الدماغيه، والحقيقه انا الكلام استغربته جدا لانه انا تخيلت ان هي من الحالات نادره الحدوث، يعني ما بتتكررش بالمعدل الكبير اللي حضرتك ذكرته دلوقتي. يعني الحقيقه للاسف خالص احنا بنتكلم انه السكتة الدماغية هي السبب الثاني للوفاة في العالم، بتتراوح من السبب الثاني للسبب الثالث، وانها السبب الاول للاعاقة على مستوى العالم. هقول شوية ارقام يعني اتمنى الناس بس ما تتخضش مني شوية، ان مصر فيها 250 الف حالة سكتة دماغية جديدة كل سنة، يعني كل سنة في 250 الف حالة. فيعني ممكن حضرتك تتخيلي التأثير التراكمي، عدد الحالات اللي على مدار السنين بيبقى رقم كبير جدا، كبير جدا بالملايين طبعا. احنا بنتكلم انه من كل 4 اشخاص في شخص هيجيله سكتة دماغية. يمكن ده خبر وحش طبعا، بس الخبر كويس ان معظم الاسباب ممكن السيطرة عليها، وبالتالي كل ما الوعي بيزيد كل ما بقى فيه فرصة للوقاية. غير طبعا التقدم اللي بيحصل دلوقتي في العلاجات، يعني المجال ده شهد الحقيقة في العقدين الاخيرين تطور كبير جدا جدا في ان احنا نقلل من مضاعفات ووطئة المرض نفسه على المرضى. طيب حضرتك قلت ان كل ما الوعي بيزيد كل ما يعني ثقافة الناس بتعلى فيما يخص القصة دي، فبتقدر ان هي تتعامل مع الموضوع بشكل يعني بشكل ممكن ينقذ حياة الشخص المصاب. فخلينا نقول للناس دلوقتي لانه ده موضوع مهم جدا، السكتة الدماغية ايه هي؟ لانه احنا عايزين نبدأ من الاول خالص، بما ان احنا بنزود وعي المشاهد بالسكتات الدماغية او حالة السكتة الدماغية، فخلينا نشرح اصلا هي ايه، يعني ايه سكتة دماغية؟ تمام. بص حضرتك، احنا بشكل عام احنا عندنا نوعين من السكتات الدماغية، يا اما العرف السائد الجلطة في المخ او النزيف في المخ. المرضى الجلطات دول اكتر شوية، دول بيمثلوا حوالي 90% من القطاع ده، وبتحصل نتيجة ان بيحصل انسداد مفاجئ لأحد الشرايين اللي في المخ. مجرد ما بيحصل الانسداد ده في جزء من نسيج المخ غالبا بيموت لانه ما بيستحملش اكتر من 10 دقائق ربع ساعة. وربنا سبحانه وتعالى خلق لنا كده يعني حاجة اسمها بدائل او كولاترز او شرايين بديلة بتقدر انها تساعد العيان شوية لغاية ما يوصل المستشفى ويتلقى العلاج المناسب. القطاع الثاني هو الناس اللي بيحصل لهم نزيف في المخ، قطاع يعني العكسي تماما. يعني الجلطة انسداد في شريان، النزيف انه الشريان سرب دم، سواء كان الدم ده في النسيج بتاع المخ نفسه او في الأغشية المبطنة للمخ. في النهاية هو المشكلة مش بس ان هو عبء طبي، الحقيقة المشكلة ان هو عبء مادي كمان على الدولة، لانه لكن انت تتخيلي ان دوله زي الولايات المتحده الامريكيه مثلا بتصرف 70 مليار دولار على مرضى السكتات الدماغيه سنويا. يعني دي ميزانيه دوله. يعني الاتحاد الاوروبي بيصرف حوالي 30 مليار يورو سواء تكلفه مباشره في العلاج 20 مليار يورو او
لانه مش عايزين ننسى ان المريض ده برضو عشان بيحصل اعاقه باك بيفقد عمله في احوال كتير جدا، بيحتاج كير جيفر اللي هو جليس او تمريض باك ان هم يبتدوا يرعوه. يعني قطاع كبير جدا منهم بيبقى عائل اسره زي ما حضرتك عارفه، فكل ده الحقيقه بيعمل عائب مادي وعبء اجتماعي. اسره بتتغير مسارها وحياتها بسبب مرض. بسبب مرض. المرض ما بيأثرش على الشخص بس، بيأثر على المحيطين بيه بشكل كبير جدا. صحيح. طيب يبقى احنا قلنا ان السكتة الدماغية هي ممكن تيجي في صورتين، صورة نزيف في المخ وصورة جلطة ممكن تحصل في شريان رئيسي في المخ. بالظبط. خلينا نتكلم شوية يا دكتور على الأعمار أو السن اللي ممكن يعني أو وارد يحصل فيه السكتات الدماغية بشكل كبير. هل العمر عامل مؤثر في حدوث السكتات الدماغية؟ لأنه بما إن احنا بنقدم الوعي النهاردة للناس، فالناس أكيد لقطت في كلام حضرتك إنه حضرتك تقول كبار السن. هل كبار السن هم فقط الفئة الأكثر عرضة للإصابة، ولا ممكن تحصل سكتة دماغية لشاب مثلا في أواخر العشرينات؟ لا طبعا هو الفئة العمرية طبعا هي الفئة الأكبر سنا، ولكن أي حد ممكن يحصل له سكتة دماغية، لأن احنا عندنا أسباب متعددة. احنا في أسباب للجلطات وفي أسباب للنزيف. لو جينا نتكلم على أسباب الجلطات فاحنا بنتكلم على عشان نسهل للناس فبك على 3 مشاكل رئيسية. احنا عندنا قلب مضخة بتوصل الدم للجسم كله من ضمن المخ، وعندنا شرايين وعندنا دم ومكون رئيسي ماشي جوه الشرايين دي. فلو المريض عنده مشكله في القلب دي احد الاسباب الرئيسيه اللي ممكن تجيب جلطات. ويمكن ده اللي احيانا بيظهر شويه في السن الصغير، الناس اللي عندهم مشاكل الصمامات والكلام ده كله ممكن يؤدي الى حدوث جلطات في اعمار سنيه صغيره شويه. عندنا مشاكل الشرايين ودي المشاكل المعضله اللي بتحصل في كل شرايين الجسم اللي هو بنسميه تصلب الشرايين. نتيجة العوامل اللي اعتقد معظم الناس بقت عارفاها دلوقتي كويس قوي، السكر، ارتفاع معدلات الضغط، ارتفاع معدلات الدهون، بالذات الدهون حاجة اسمها دهون قليلة الكثافة اللي احنا بنسميه الكوليسترول الضار، التدخين، طبعا لو في مخدرات او شيء من هذا القبيل. كل ده بيؤدي برضه الى انه بيأثر على الجدار بتاع الشريان، ما بيبقاش املس، وبالتالي مع الوقت بيساعد جدا ان هو يحصل عليه تجلط او الدم يجي يتجلط عليه. او الحاجه الثالثه الدم نفسه. الدم نفسه في دائما الدم بتاعنا في توازن ما بين ان اي دم بيبقى فيه سيوله وفي حدوث جلطات. فلو اختل هذا التوازن في بعض الامراض زي ما حضرتك بتقولي الوراثيه او الجينيه شويه، ممكن يبقى فيه زياده في معدلات التجلط بتاعه الدم، وده يساعد. ودي بقى اللي بنشوفها شويه في الناس السن الاصغر شويه، هي والمشاكل بتاعه القلب اكتر يعني. لكن مشاكل الشرايين جنرالي سبيكينج طبعا واحنا بنتكلم على يعني 95% بتحصل طبعا مع السن ومع عدم الاهتمام بالصحه العامه يعني بشكل عام. طيب الجلطات او الاصابه الخاصه اللي بنتكلم عليها النهارده هي السكتات الدماغيه، هل ليها اعراض ممكن تسبقها؟ فبالتالي لو قلناها النهارده للناس هتركز شويه، فبالتالي الضرر هيبقى اقل لانه هيتلحق الشخص ده بدري. ويمكن ده اهم يعني سؤال النهارده، ايه الاعراض بتاعت السكته الدماغيه؟ لانه العالم كله بيهتم بده بشكل كبير جدا، وبيحاول يزود دايما الوعي سواء عن طريق الاعلام، طبعا ده من اهم الحاجات، او حتى عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق الورد اوف ماوث، الناس تتكلم مع بعض انه ايه هي الاعراض بتاعت السكته الدماغيه. لانه وانس ان حصل عرض من الاعراض دي المفروض المريض يجري على المستشفى باقصى سرعه، او اهله بقى بمعنى صح، لانه كتير جدا المريض نفسه ما بيقدرش ان هو يروح بنفسه المستشفى. عندهم حتى في المواصلات العامه بره بيحطوا حاجه اسمها فاست ده هي الاعراض اللي بتنذر ان في سكته دماغيه. فاست اول حرف فيها الاف اللي هو الفيس، اللي بيحصل اعوجاج في الوجه. الحاجه الثانيه الاي دي تمثل الارم، انه يحصل تقل في احد الذراعات او الارجل او الاثنين او الاربعه او الثلاثه وات على حسب مكان الاصابه. الاس تمثل السبيتش، انه الكلام نفسه بيبتدي يتاثر، سواء التاثر ده انه الكلام نفسه بيتقل، او في بعض الاحيان على فكره فجاه الشخص بيفقد النطق او بيفقد الفهم. يعني هتيجي تكلمي حد تلاقيه مش فاهمك، فاهم قصدي؟ او مش عارف يعبر عن نفسه.
حضرتك عايز تسالني على حاجه؟ لا، عايزه اعرف اصله كلها حاجات اه يعني علامات او انذارات تقيله، يعني طبعا. كل واحد فيهم ممكن يخلينا ننتبه، يعني مش ممكن طبعا. يعدي علينا كده مرور الكرام ان الشخص بدأ ما يفهمناش، بدأ ما يبقاش فيه تواصل لانه مش عارف يستخدم الكلمات والحروف صح او بشكل مظبوط، حاسس بتقل في دراعه، صح. يعني حاجات حاجات ممكن تخض الناس قوية، طبعا. يعني بس مش هتعدي كده يا دكتور مرور الكرام يعني على الناس، متهيألي. بالتاكيد طبعا. وعشان كده على طول في زي ما بيقولوا يعني اصرار ان المعلومات دي تتنقل للناس بالاعلانات. دايما حضرتك لو رحتي الدول الاوروبيه المتقدمه هتلاقي انهم حاطين الاعلانات دي احيانا على الاتوبيسات صحيح. في المواصلات العامه، صحيح. في اعلانات للتوعية بشكل كبير يعني جدا. للتوعيه بالظبط بالاعراض دي. في بقى عرضين كمان الحقيقه هم الاتزان. يعني كتير جدا لو حد فجاه حس ان هو مش متزن، بس ان في دوار شديد جدا هو زهق، احيانا ده بيبقى عرض من الاعراض الخطيره شويه بتاعت السكته الدماغيه. مش معنى ان كده عشان المشاهدين ما يحصلهمش بانيك ان كل حد عنده مشكله في الاتزان يبقى عنده سكته دماغيه، لا خالص. لانه غالبيه الاسباب مش بتبقى سكته دماغيه، بس وانس ان حضرتك حصل لك ده بشكل مفاجئ جدا فمزهق لازم تنتبهي، والافضل ان حضرتك تروحي المستشفى بسرعه. العين من احد الاعراض المهمه، سواء فقدان سريع جدا للنظر او فجائي للنظر او ازدواجيه في الرؤيه. ولكن حضرتك فجاه الشخص يحس ان هو بيشوف صورتين جنب بعض او فوق بعض، ولو حصل مشكله مفاجاه في البلع. كل دي الاعراض دي هي الاعراض يعني الاكثر شيوعا في حدوث السكتات يعني الدماغيه. يفقد قدرته على البلع يا دكتور مثلا؟ مفاجئ بشكل مفاجئ. بس طبعا الاعراض الاكثر هم اصل دي ممكن تختلط باكتر من مرض او مشكله، زي الدوار ممكن يختلط بامراض ثانيه. بس هو النصيحه اللي احنا بننصحها ايه؟ انه وانس انه حصل عرض من الاعراض دي المريض يتوجه للمستشفى، ما طلعش سكته دماغيه ولا نجود، ولكن الحمد لله يعني، ولكن يبقى ربنا يعني سلم وساتر، ولكن يشوف بقى ايه الاسباب الثانيه. لكن هو انا ليه بقول كلمه فاست؟ لان اخر حرف في كلمه فاست دي هو تايم، اللي هو الوقت. انه مريض السكته الدماغيه ده في صراع مع الزمن، في صراع مع الوقت. لانه المخ بيفقد 2 مليون خليه كل دقيقه ولكن بعد انقطاع الدم عنه، وبالتالي لازم يبقى في سرعه فائقه سواء من المريض نفسه او اهله ان هم يوصلوا المستشفى بسرعه، او من التيم المعالج بقى او الفريق المعالج في المستشفيات ان هو يتعامل مع الحالات دي بسرعه كبيره جدا وبدقه في التشخيص كبيره جدا عشان يقدر يتدارك الموقف زي ما بيقولوا. طيب دكتور، خلينا نتكلم على الامراض اللي ممكن الاصابه بيها تؤدي الى السكتات الدماغيه، او مجموعه الاشخاص اللي بيعانوا من امراض مزمنه وجودها عندهم لفترات عمريه طويله المدى ممكن يعرضهم للاصابه بسكتات دماغيه. وليه بسال السؤال ده؟ لانه الناس اللي عندها المشاكل والامراض المزمنه دي لازم تبقى منتبهه ان هي معرضه للاصابه بالسكتات الدماغيه عشان يعني يتلحق، لانه بما ان بنقول التايم او الوقت هو العامل اللي ممكن ينقذ حياه المريض او يطلعه من المشكله دي باقل الخسائر الممكنه، فاحنا بالتالي بنتكلم على انقاذ سريع للحاله. فلازم الناس تبقى منتبهه اللي عندها المشاكل او الامراض المزمنه دي ان هي معرضه للاصابه بالسكتات الدماغيه. تمام. بص حضرتك، هو زي ما انا كده شرحت السكيم اللي في الاول، لكن احنا عندنا امراض شرايين، امراض دم او القلب. فطبعا الاشهر جدا هو امراض الشرايين، وهباك العوامل اللي كل الناس عارفاها بشكل عام، وهباك ارتفاع الضغط. وخصوصا بقى الحقيقه ان ارتفاع الضغط ده كتير جدا بيبقى ملوش اي اعراض خالص، يعني المريض بيعيش سنين طويله جدا عنده ارتفاع في الضغط بتاع الدم، وده بيزود السمك بتاع الشريان، وبيأثر على يعني الكفاءة بتاعة السطح الداخلي للشريان المحتك بالدم. كل ده الحقيقة بيعامل رئيسي جدا لحدوث السكتات. الحاجة الثانية هو أنا بس قبل ما نتنقل للحاجة الثانية، خليني أسأل يا دكتور عن ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم من المشاكل اللي ممكن تأثر على حاجات كتير قوي في الجسم. بالظبط. تأثر على الشرايين، تأثر على المخ، تأثر على القلب. فبالتالي هو مش حاجة كده نسمعها ونستخف بيها. صح. أو زي كتير جدا من الناس والمصريين اللي بيشوفوا انه الدواء الخاص بالضغط، يعني دواء لمرض مزمن هاخده كل يوم، ده كابوس بالنسبه لي، مش هاخد دواء الضغط كل يوم، مش هاخد دواء بشكل يومي.
فبالتالي نهمل بقى لسنين طويله ونقول اصل احنا ما عندناش اعراض، يعني ايه ارتفاع ضغط دم، يعني ايه ده كل الناس عندها ضغط دم مرتفع، وبالتالي بقى نتفاجئ بالكوارث اللي بتحصل بعد سنين مع الوقت. وانا بس مش عايز ابقى كئيب، بس هو احنا بنسمي ارتفاع ضغط الدم القاتل الصامت، هيك لانه بيفضل يأثر على الشرايين بتاعت الجسم كله، ومن ضمنها طبعا شرايين القلب او المخ او الشرايين الطرفيه حتى ايفن بتاعت الارجل او الايدي. والمريض ما بيبداش يحس بحجم المشكله غير في مرحله متاخره. احنا عندنا مشكلتين في ارتفاع ضغط الدم. اولا ان ناس كتير جدا ما تعرفش ان عندها ارتفاع ضغط الدم، هو زياده. وعلى فكره هنا الصامت، يعني قاتل الصامت، يعني ملوش اعراض تذكر. على فكره انا هنا عايز بس اشير ان الدوله السنين اللي فاتت دي عملت يعني انجاز اللي هو بنسميه، كان في حملات زي 100 مليون صحه. بالظبط، ان هو للكشف على الامراض دي. اولا الحقيقه المبادره دي عرفت ناس كتير قوي ان هي عندها ارتفاع في ضغط الدم، سكر، امراض سمنه، يعني مزبوط. هي ساهمت في انه ناس كتير قوي تتعالج على فكره. انا شفت مرضى كتير وده كان يمكن اول مره في مصر يكتشف من خلال الحمله دي ان هو عنده ضغط او عنده سكر او عنده طبعا مشاكل اخرى زي الكلى او يعني وات ايفر، يعني كل ده شفت مرضى كتير جدا اكتشفوا ده، ودي حاجه في حد ذاتها كويسه. لان احنا لما بنحط سكيم للعلاج بتاع السكته الدماغيه، فاحنا عندنا برايمري بريفنشن اللي هو ان انا امنع حدوثها من الاول، والوقايه خير من العلاج، ده احسن حاجه. صحيح. او ان العلاج في المرحله الحاده ساعه ما المريض بيجي له سكته دماغيه، هنتكلم برضو على القصه دي بنعمل ايه بالظبط. او بقى بعد كده السكندري بريفنشن، وانس ان عين حصل له جلطه، لو انا ما توسطتش الاسباب بشكل في دقه شديده جدا وبكون محدد جدا، واديت بقى العلاج المناسب وعملت المتابعه المستمره، المريض هيحصل له ممكن تتكرر مره ثانيه. طيب دكتور، فانا بس ما كملش، احنا عندنا الضغط وعندنا طبعا السكر مهم جدا. انا مش عايزه اخرج من الضغط دي غير لما اكون مخلصه الكلام فيها. ارتفاع ضغط الدم قلنا من المشاكل اللي ممكن يعني عدد كبير يصاب بيها، عدد كبير من الناس، وفي ناس كتير برضو من العدد اللي هيصاب ده هيهمل العلاج وهيقول لا مش همشي على دواء بشكل يومي، فده اللي هيبقى معرض اكتر للاصابه بالسكتات الدماغيه. طبعا. هل دلوقتي اكيد في السؤال اللي بيدور في ذهن الناس اللي عندها ارتفاع في ضغط الدم، هو انا عشان عندي ارتفاع في ضغط الدم يبقى لازم هيجي لي سكته دماغيه، ولا لو انا عيان ملتزم ويعني محافظه على الدواء الخاص بارتفاع ضغط الدم انا كده بالعكس بقي نفسي من الاصابه بالسكتات الدماغيه؟ طبعا الالتزام بالعلاج والمتابعه المستمره مع الطبيب وبك هتقي بشكل بص حضرتك الضغط ده مرض مزمن وبك حضرتك مجرد سيطرتي عليه بقيتي زي الشخص الطبيعي. هي الفكره زي ما حضرتك بتقولي بس انه المريض احيانا بيزهق او ما بيعملش المتابعه اللازمه، لكن وانس ان احنا مسيطرين على الضغط فانت شخص طبيعي خالص. نفس الفكره على فكره الى حد كبير في السكر برضه، فاهم؟ وانس ان انت سيطرتي عليه فانت شخص طبيعي. الدهون الثلاثيه والدهون قليله الكثافه وانس ان انت سيطرتي عليها رجعتي للنورمال بتاعك. فالسيطره على المرض بقى هتقي تماما بشكل كبير جدا بقى حدوث سيطره على المرض عن طريق ان اخد او ماشي على دواء يومي لعلاج الضغط مناسب لحالتي بالضبط. وبتابع عن طريق قياس الضغط بشكل دوري. مظبوط. فبالتالي انا مسيطر على ضغطي في معدلات طبيعيه. مظبوط 100%. طيب دكتور، في ناس كتير برضو مش فاهمين يعني ايه ارتفاع في ضغط الدم. احنا عندنا حضرتك الضغط في حاجه اسمها سيستوليك ودايستوليك اللي هو الانقباضي والانبساطي. المعدلات الطبيعيه بك هو الضغط ده هو حاجه ربنا عاملها بك عشان بك يحافظ على الدوره الدمويه بك، انه لازم يبقى في معدل معين بك انا بضخ القلب بيضخ بيه الدم بك ويبقى في مقاومه من الشريان بك عشان الدم ده لا يندفع بشكل عنيف جدا بك على الانسجه ولا في نفس الوقت يبقى اقل من اللازم بك، فبالتالي ما توصلش بك النسب الاكسجين اللي محتاج انها توصل للانسجه ومن ضمنها المخ طبعا. فالمعدلات المتوسطه للضغط هو او المعدل الاوسط تماما هو ال 120 على 80 بك مليمتر زئبقي يعني. الموضوع ده علاقته بالسكتات الدماغيه معقده شويه. احنا في الاول مش عايزين المريض يبقى ضغطه عالي خالص عشان ما ياثرش على الشرايين بتاعته، لكن احيانا بعد الشر يعني لو المريض حصل له سكته دماغيه بنبتدي نراجع
حساباتنا في قياس الضغط على حسب العيان. بس انا يعني مش عايز اخش في تفاصيل ممكن تكون ممله شويه للمشاهد. يعني الناس الكبار قوي في السن احنا ما بنحبش ضغطهم بقى يبقى واطي، مسموح لهم ان الضغط يبقى عالي يبتدي يعلى بقى شويه، لان انا محتاج انه مضخه تشتغل بقى توصل الدم للشعيرات الدمويه الصغيره اللي بحكم السن بتتاثر. فمحتاج احيانا لما بيحصل هبوط مستوى الدم بقى الناس دي بيبتدي يحصل قصور في الوظائف المعرفيه زي الذاكره والتركيز والامور الحسابيه والحاجات دي. فبالتالي احنا في مراحل معينه بنبقى محتاجين معدلات الضغط فيه تعلى شويه، خصوصا بعد حدوث سكتات دماغيه. احيانا لو الشريان نفسه مقفول انا محتاج ان انا الدم ياخد مسارات بديله عشان يوصل للاماكن اللي فيها اصابات، فبيحتاج الضغط يبقى عالي شويه. في الناس اللي عندها انسدادات في الشرايين انا محتاج قوه دفع توصل الدم. فاحنا عايزين بس نفصل ما بين الضغط ما قبل حدوث السكته الدماغيه وما بعد حدوثها. ما قبل حدوثها طبعا ديفنتلي ان انا عايز ان انا اسيطر عليه بشكل كبير جدا عشان احافظ على كفاءه الشرايين، مش بس المخ والقلب والاوعيه كل حاجه والكلى، لان الضغط من اهم الاسباب اللي بتؤدي الى امراض الكلى كمان. بعد حدوث بقى السكته الدماغيه لازم المريض هيتابع مع دكتور متخصص فيبقى له حسابات اخرى يعني لكن القاعده العامه طبعا ان انا لازم اكون مظبط الضغط بتاعي كويس جدا. طيب خلينا نتكلم على الشخص اللي اصيب بسكته دماغيه بطريقتين. الطريقه الاولانيه هو انه عنده ناس حواليه بتحبه، لاحظت حالته بسرعه، قدرت تتصرف وتوديه اقرب طوارئ، فبالتالي يعني تم انقاذه. هنقول برضو ازاي بيتم انقاذه وهيوصل لايه وايه اللي هيخسره. والشخص الاخر هو ما عندوش ناس حواليه بطبيعه الحال، هو قاعد لوحده، فهو حصلت له الاعراض ولكن ما عرفش يتصرف. اصل انا عايزه اعرف ايه، هل لما بتحصل الحاله دي بيقدر الشخص ان هو يقوم يلبس هدومه او حتى ينزل بهدومه بس يقدر يسند نفسه لاقرب طوارئ، ولا هيفقد حتى قدرته على الحركه؟ لا، هو الموضوع اصله مش ثابت قوي للدرجه دي. هو يعني على حسب حجم الاصابه ومكان الاصابه. هو احنا عندنا برضو مش يعني هخش في تفاصيل اكتر شويه. عندنا 3 انواع من الشرايين: شرايين صغيره، شرايين متوسطه، وشرايين كبيره قوي. الشرايين الصغيره دي بتغذي اماكن صغيره في المخ، فكتير جدا المريض ممكن يحصل له غلطه يبقى ماشي على رجله عادي خالص، عنده مثلا تنميل بسيط في دراعه، اعوجاج خفيف في البق في الفم نفسه، يقدر انه تنميل، يقدر هو نفسه. في عيانين كتير جدا على فكره بيحسوا بيتحرك بنفسه زي في المستشفى بسرعه، بيحس فيه حاجه غلط. بيحس في حاجه غلط او يكلم حد من العائله او الجيران او وات ايفر ان هو يساعده يعني. الشرايين المتوسطه على حسب المكان اللي هي بتغذيه. وبقى في شرايين كبيره. عاده بقى انسداد الشرايين الكبير ده بيؤدي الى اصابه كبيره جدا في المخ، وصعب قوي ان عيان بقى الحقيقه او مريض بقى يجي له انسداد في الشرايين الرئيسي ويبقى هو عنده القدره ان هو يروح المستشفى لوحده يعني. فده مش هيتلحق لو هو لوحده. بص حضرتك مش عايز اقول كلمه مش هيتلحق دي، لانه مش عايز نصيب الناس بالاحباط، لانه ده احنا بنشوف على فكره السيناريو كتير جدا، انه مثلا عائله سايبه والدتها عايشه لوحدها او والدها عايشه لوحده، كلموه يسال عليه بالليل كويس، الصبح كان في جلطه على مدار الليل وما اكتشفوش، ما بيردش عليهم، بيروحوا يجيبوه من البيت بيكتشفوا انه عنده جلطه، بنوصل المستشفى بسرعه. القاعده العامه ان كل ما نروح يعني وانس نكتشف هنروح بقى بدري، وكل بقى يعني حاله وليها تقييمها الخاص ساعتها. فاهم قصدي؟ عشان كده برضو دي نقطه مهمه جدا، انه مش كل مريض يعني حضرتك بتقولي نروح لاقرب طوارئ. لا، هو انا ضد القصه دي شويه. هتروحي لاقرب طوارئ بتاعت مستشفى كبيره. لازم يعني السكته الدماغيه مرض مش هنروح نهزر فيه يعني، او هنروح مستشفى ما يبقاش فيها بقصد امكانيات بالزبط تقدر تتعامل مع الحاله. انا محتاج امكانيات بشريه على اعلى مستوى، وامكانيات اللي هي اجهزه على اعلى مستوى. طب انت ممكن اروح مستشفى صغيره مش عايز ادي طبعا، انا مش في مجال الاعلان، لكن لو انا مثلا قريب من جامعه عين شمس يبقى لازم اروح مستشفى جامعه عين شمس، وانا قريب من جامعه القاهره يبقى لازم اروح مستشفى. وليه بالعكس ندي اماكن للناس تقدر ان هي تروحها، عشان السكته الدماغيه مرض مختلف، مرض محتاج بنسميه مالتي ديسيبلينري تيم، محتاج انه في تخصصات كتير متداخله في علاج يشتغلوا في الحاله. يشتغلوا. محتاج امكانيات اشعه على اعلى مستوى، محتاج المكان يكون فيه اشعه مقطعيه او اشعه رنين، محتاج ان يكون في معمل تحليل على اعلى مستوى، محتاج دكاتره طوارئ على اعلى مستوى، محتاج دكاتره مخ واعصاب على اعلى مستوى، محتاج دكاتره قسطره، لان احنا هنتكلم على جزء القسطره ده على اعلى مستوى، محتاج رعايه على اعلى مستوى.
فبالتالي ان انا اروح لمستشفى صغيره مش مجهزه ما ينفعش بالامكانيات لأن اللي هتسعفني. بالظبط ممكن اضيع على نفسي الوقت اللي انا فعلا هستفيد فيه من تلقي العلاج. كويس جدا ان يعني من ضمن الكلام نكشف الجزئيات دي، لان دي طبعا. جزئيه مهمه. يعني انا قلت نروح لاقرب طوارئ، لا هو مش هنروح لاقرب طوارئ، احنا هنروح للطوارئ اللي فيها الامكانيات مظبوط. اللي ممكن تنقذ حاله السكته الدماغيه. سيناريو مهم احيانا برضو عشان من البراكتس بتاعنا انه المريض بيطلب الاسعاف، فالاسعاف مثلا يقول له لا ده احنا لو رحنا جامعه القاهره هنلاقي الدنيا زحمه جدا وحضرتك مش هتعرف تخش. لا حضرتك روح تلقي، خد العلاج الطوارئ بتاعك على الاقل اتليست، حتى لو ما فيش مكان بعد كده ممكن تبقى تحول على مستشفى ثانيه. صحيح. بس العلاج كله على فكره في الساعات الاولانيه. في انقاذ الحاله في وقت قريب او لازم قليل. تاخدها في المكان الصح المناسب. طيب احنا عمالين نقول وقت قريب وقت قليل، وده السبب في انقاذ الحاله. هو الوقت ده قد ايه؟ يعني ايه الوقت يا دكتور؟ مش هما بيسموها الساعات الذهبيه؟ بالظبط. ايه الوقت اللي ممكن فيه نقدر ننقذ حاله المريض؟ هو الإجابة ما بتبقاش صريحة أو يعني أو مباشرة باك للسؤال ده. هو القاعدة العامة كل ما نروح بدري كل ما يبقى أحسن. وحدي حضرتك إكزامبل، إحنا عندنا حاجة اسمها نمبر نيد تو تريت في الطب. يعني أنا حدي العلاج ده لكام عيان عشان يبقى فعال. فعلاج السكتة الدماغية هم على فكرة حاجتين، يا إما حقنة مذيبة للجلطة بتتاخد بالوريد، يا إما ما نسميه بقسطرة المخ، إن إحنا بنخش بالمنظار من جوه الشرايين عشان نكستراكت او نستخرج الجلطه دي بشكل ميكانيكي. يعني الدواء المذيب ده حضرتك لو اديته ل3 اشخاص في اول ساعه ونص، في واحد فيهم هيرجع طبيعي، في واحد فيهم هيرجع طبيعي تمام. لو العيان جالي بعد 3 ساعات، لو اديته ل7 في واحد هيرجع طبيعي خالص. لو بعد 4 ساعات ونص لو اديته ل14 في واحد بس هيرجع طبيعي. فده بيوريكي قد ايه حضرتك مسألة الوقت مهمة جدا. وكمان بيعتمد على رد فعل الجسم. طبعا. يعني جسم كل شخص رد فعله عامل ايه، وتفاعله مع الدواء شكله عامل ازاي. يعني هو استجاب للدواء ما استجابش للدواء، ده رد فعل جسمي انا الشخصي وحالته الصحيه طبعا العامه. يعني أيوة. انا لما هتعامل مع شاب لسه ما عندوش سكر ضغط مشاكل في القلب، اكيد استجابته للعلاج هتبقى احسن بكتير من مثلا حد عنده 90 سنه، فاهم قصدي؟ وشرايينه بقت متهالكه او مستهلكه شويه بالتاكيد. ما فيش نقاش في ده طبعا بالتاكيد يعني. طيب دكتور، عايزين نتكلم شويه على الدواء المذيب للجلطات لانه عليه كلام كتير قوي. صح ولا لا؟ صح طبعا. من الكلام اللي بيتقال انه بعد عدد ساعات معين زي ما حضرتك قلت دلوقتي هو يبقى بلا جدوى. يعني لو اخدناه زي قلته، وبالعكس انتوا ما بتفضلوش خالص ان هو يتاخد بعد ساعات طويله. حضرتك بتبتسم، والكلام ده حقيقي صح؟ حقيقي، عشان كده واضح ان حضرتك متبحره في الموضوع بشكل كبير جدا. طيب دكتور، اولا احنا كناس عاديين احنا مش دكاتره، احنا بنبقى مش عارفين انتوا ليه مش عايزين تدوا المريض دواء اذابه الجلطات، وبنبقى زعلانين بصراحه. انا هكلمك الحقيقه، الكلام اللي الناس بتقوله في الشارع. تمام. احنا بنبقى زعلانين من الدكتور، ازاي هو مش عاوز يديله فرصه للنجاه؟ يعني ما يديله الدواء المذيب للجلطات، مش ده هيبقى افضل؟ هو على فكره يعني الموضوع شويه فيه تفاصيل علميه معقده، ايفن ان هو احيانا بيبقى صعب على الدكاتره من التخصصات الثانيه حتى ايفن يعني. بس انا هي البوينت كلها حضرتك ان وانس ان حصل انه الشرايين اتسد زي ما قلت لحضرتك، المخ بيستحمل لفتره قليله. الدواء ده ليه اعراض جانبيه، ده دواء بيسيح خالص شبك الدم كله، فبالتالي ممكن يحصل نزيف. فبالتالي انا مش عايز ادي المريض دواء احنا بنسميه ريسك بنفيت ريشيو، ان انا بوزن استفادته قصاد المشاكل اللي ممكن تحصل. وخصوصا لما بندي ادويه دي في مرحله متاخره بيبقى النسيج بتاع المخ تلف جدا، وبالتالي نسب ان يحصل فيه نزيف بتبقى اعلى بشكل كبير. فالدواء بالتالي انا ممكن اذيه بدل ما انا انقذه. ساعتها انا هاذيه مش هفيده. الناس اللي بتزعل لا ما تزعلش، ده بالعكس احنا بنعمل احسن حاجه للحاله، يعني احسن حاجه مناسبه لحاله المريض. بالتاكيد ما فيهاش اهمال ابدا. يعني انا عايز اقول حاجه، اكيد اي دكتور قاعد في طوارئ بالذات طبعا ساعتها بيبقوا دكاتره اكثر شبابا شويه، الدكاتره الاصغر قاعدين في الطوارئ
اسعد لحظه في حياته وبك انه لما بيدي الدواء المذيب للعيان وبك العيان لقيت اتحسن وبك ورجع لطبيعته. يعني يمكن بيحس قد ايه مدى يعني قدسيه المهنه اللي هو بيمارسها يعني. فلازم بس كل المرضى يكونوا متاكدين طالما راح زي ما اتفقنا للمكان المناسب وبك انه يسلم بقى نفسه للدكتور وبك عشان الدكتور يبتدي ياخد القرار واثق ان الدكتور بيحاول ياخد افضل قرارات بالظبط لصحته يعني. بالظبط كده. طيب نتكلم على القسطره. بس انا قبل ما اتكلم على القسطره النقطه دي مهمه جدا الحقيقه بتاعه الدواء المذيب دي، عشان يمكن قد تكون دي اهم معلومات هقولها النهارده في الحلقه يعني. اول حاجه انه وانس ان المريض حس بالاعراض باقصى سرعه يروح المستشفى هو او اهله يعني. صحيح ما يستناش حتى يجي الاسعاف. لو عندك فرصه ان انت تروح بعربيتك روح بسرعه، لو عندك فرصه تروح باي مواصله روح بسرعه. الفكره ان دو نوت ويست تايم. ما زلت بشوف للاسف مرضى بيجي له اعراض جلطه يروح لدكتور في عيادته ويفضل قاعد مستني دوره في الكشف. انت بتضيع على نفسك الوقت الذهبي او الساعات الذهبيه بقى اللي انت هتتعالج فيها. فكل الاعراض دي طبعا حاجات دي من 10 سنين كانت اسوء كتير قوي من دلوقتي. بقى الوعي دلوقتي اتحسن قوي 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 وبقى والناس بدات تعرف اكتر وتنقل لبعضها الصوره اكتر وبالتالي بيروح المستشفيات بشكل اسرع طبعا. يعني وده اللي بنتمناه انه يحصل يعني، وده الهدف من برنامج زي برنامجنا مثلا. الناس يبقى عندها وعي متطور جدا عشان تقدر تلحق نفسها. بالظبط. النقطة بقى المهمة جدا حضرتك هو تعرف حضرتك احنا شوية احيانا المصريين بنحب ان احنا نجود فاهم. فحد حصل له الاعراض دي نبتدي نديله بقى ادوية سيولة او حقن سيولة. هذا الموضوع الحقيقة فيه كارثتين. الكارثة الأولى انه ان اعراض الجلطة والنزيف متشابهة جدا متشابهة جدا. فانا ما ببقاش عارف المريض ده بجد جلطه ولا نزيف. تخيل حضرتك بتديله دواء سيوله وهو عنده نزيف بقى قوده للهلاك. فاهم قصدي 100%. وده شفناه كتير جدا جدا عيانين جولنا المستشفى تبرع مش اعلان ولا حاجه بيدوا له في دواء مشهور اسمه بلافكس. خد 4 اقراص بلافكس في حقن اللي هي السيوله اللي تحت الجلد كليكسان. هنديك حقن كليكسان وروح المستشفى نفاجئ ان العيان اصلا كان عنده من اول نزيف وحجم النزيف ده زاد جدا طبعا بسبب ادويه السيوله اللي هو خدها. النقطة الثانية بقى ان ده بيحرمنا من العلاج. الأدوية دي كلمة دواء السيولة ده يعني دواء بيمنع حدوث الجلطات مش بيعالج الجلطة اللي موجودة. الدواء الوحيد اللي بيعالج الجلطة هو دواء المذيب. لما المريض بيجي لنا اوريدي واخد أدوية سيولة ما بنعرفش نديله دواء مذيب لأن بيبقى فيه ريسك عالي جدا 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 في النزيف. صحيح. سواء من المخ أو من أي مكان تاني في الجسم. فبالتالي أنت كده بتحرم المريض من إن هو ياخد فرصته الحقيقية في العلاج. ودي الحقيقه من المعلومات الكلاسيكيه المشهوره ومنتشره جدا. بالزبط. واحنا عارفينها من واحنا اطفال مثلا. بالظبط. ده شكله كده بقه اتعوج، ده شكله اديله 4 اقراص اسبرين. بالظبط كده. دي الحقيقه ده تصرف كارثي. يعني بلاش بالظبط. بلاش نتبرع باي تصرف. هتعمل ايه؟ اجري على مستشفى اقرب مستشفى كبيره زي ما قلت لحضرتك كده. اقرب مستشفى كبيره اجري جاري. ووزاره الصحه كمان انا مش بتكلم على الجامعات بس، فيها مستشفيات كتير كبيره جدا جدا معهد ناصر التمريض الصحي وات ايفر يعني. فاهم قصدي حضرتك؟ مستشفيات كبيره ويعني ومتميزه لكنها ممكن المريض يروح يتلقى علاج فيها كويس. طيب نبتدي بقى نتكلم يا دكتور على القسطره لانه هي اكيد ليها دور كبير في انه الشخص يتم انقاذ حالته، انه يعني مش عارفه بقى اقول نسحب الجلطه دي من الشريان. اولا برضو احنا كناس عاديين بنشوف انه الشريان ده حاجه دقيقه جدا يعني. ازاي انا هستخرج الجلطه دي من جوه الشريان والشريان ما يتاثرش؟ تمام. بص حضرتك هو العالم كله على فكره بيتوجه دلوقتي لما نسميه مينيمال انفيزيف سيرجريز يعني هو التدخلات الصغيره يعني احنا بنستخدم القسطره بشكل عام في الشرايين المخيه حاجتين. يا اما في علاج السكتات الدماغيه ان انا بستخرج الجلطه اللي موجوده، يا اما العكس تماما في النزيف ان انا بسد مكان ممكن ينزف او عشان نمنع تكرار النزيف فيه. بالنسبه للسكتات الدماغيه القسطره دي بالظبط للتسهيل يعني بتبقى زي منظار انبوبه صغيره بتخش جوه الشرايين، ليها طرف يبقى جوه العيان وطرف بره المريض يعني. الطرف بره المريض ده اللي بدخل منه ادوات بتاعتي عشان ابتدي ان انا استخرج الجلطه اللي موجوده. احنا امتى بنستخدم القسطره؟ عشان ده برضه سؤال مهم جدا. احنا بنستخدم القسطره لما يكون في انسداد في الشرايين الكبيره الرئيسيه.
لان ساعتها حجم الجلطه بيبقى صعب قوي ان الدواء المذيب ان هو يدوبه. ده لا يمنع ان انا بدي العيان دواء المذيب كمان عشان يكون عامل مساعد معايا في رفع كفاءة العملية اللي بعملها ورفع النتائج اللي انا هحققها. فبالتالي احنا بنستخدم القسطرة عشان ارجع افتح شريان كبير مسدود، بالذات بقى ان القطاع ده من عيانين اللي هو بيمثل تقريبا حوالي 20% من عيانين السكتات الدماغية. ده قطاع هو الاكثر قسوه في النتائج بتاعته. لما يحصل انسداد الشريان الرئيسي بيغذي مثلا الفص اليمين او الفص الشمال بتاعت المخ، نص الدماغ كله بيطير. فبالتالي انا لازم استرجع باي شكل وباي ثمن تدفق الدم للمكان ده المصاب، بشرط برضه زي ما اتفقنا العين يجي برضه في توقيت مناسب بدري يسمح لي بده. والبدري دي حاجه الحقيقه برضه يعني بتختلف من مريض لمريض. زي ما اتفقنا مريض صغير شويه ممكن يستحمل عدد ساعات اكبر، مع مريض حالته الصحيه اسوأ ما بيستحملش كتير. فبرضه ده بيتترك لتقييم الدكتور في التوقيت اللي المريض بيوصل لنا فيه. يعني هدي حاجه اكزامبل، احنا احيانا ناس بتكلمنا على ان احنا نعمل قسطره مخ للعيان مثلا فور اكزامبل في بورسعيد مثلا. فبرد الرد بتاعي هات المريض ماشي مصر، بس احنا هنعيد تقييمه تاني لما يخش المستشفى، لان حالته اللي كانت وهو دلوقتي بورسعيد عبال ما يوصل لي بعد 3 ساعات تختلف تماما. صحيح. والقرار بتاعي يتغير تماما. فبالتالي التقييم كل يعني في ديناميكيه كل شويه ممكن ان هو يتغير على حسب التوقيت والحاله العامه بتاعت المريض ساعه ما وصل لي في المستشفى. النتائج بتاعت القسطره المخيه الحقيقه في علاج السكتات الدماغيه نتائج هائله. يعني يكفي ان انا اقول لحضرتك ان هو اكثر اجراء طبي مؤثر في الطب في ال10 سنين اللي فاتوا. لانه بتنقذي حياه ناس كتير جدا وبتمنعي او على الاقل بتقللي من وطأة إعاقة في قطاع كبير جدا جدا من المرضى. وزمان طبعا ما كانش في علاج خالص. الكلام ده كل المرضى هي يعني مصيرهم للأسف يعني مش مرضي خالص. بدأنا نسترجع عدد كبير جدا من المرضى دول ان احنا نقدر نحسن الحالة العامة بتاعته وفي قطاع كبير جدا بيرجع تقريبا شبه طبيعي ويقدر يرجع يمارس عمله. ويعني عندنا قصص نجاح في الصدد ده او في الاطار ده كتير جدا، احنا نفسنا بنتفاخر بيها وبنبقى سعداء بيها جدا. انه مريض احنا عارفين انه كان هيبقى مشلول او هيخش في غيبوبه، وتلاقيه داخل عليكي بعد اسبوعين 3 في المتابعه في العياده رجع شغله ورجع يمارس حياته بشكل طبيعي. بتحسي ان انتوا حضراتكم تبقوا فرحانين جدا. يعني انا بعتبرها مقيمين يعني الشغلانه نفسها المهنه. يعني مهنه ساميه فعلا حقيقي، انه انت حضرتك ساعدت في انه الشخص ده يرجع شخص طبيعي رغم ان هو كان مصيره المحتوم انه يبقى مشلول مثلا. مظبوط جدا طبعا. انا بعتبرها اسعد لحظه في حياتي المهنيه لما بلاقي السكسس ستوري او قصه النجاح دي بنعملها مع احد المرضى. بنبقى سعداء جدا. كل التيم على فكره، مش بس الدكتور اللي عمل عمليه، لانه الحقيقه بيبقى دكاتره وتمريض وفنيين واشعه ومعامل وتخصصات تانية بطنه وقلب وسكر وكل حاجه وعلاج طبيعي بعد ما المريض بيخلص وعلاج تاهيل. يعني الحقيقه منظومه كبيره جدا عشان تعملي منظومه علاج السكتة الدماغيه. هي منظومه ضخمه كبيره محتاجه خبره كبيره ومحتاجه تمرس كبير جدا. طيب اثناء التدخل بالقسطره المخيه هل وارد او جايز حدوث اي مضاعفات اثناء الاجراء ده؟ بالتاكيد طبعا. بالتاكيد وده سؤال طول النهار بنتسال. وطبعا ممكن يحصل مضاعفات، ممكن يحصل لا قدر الله نزيف، ممكن يحصل، بس مش دي قاعده. يعني حضرتك لما بتحسبي اهميه التدخل بالنسبه للمضاعفات، لا طبعا الحقيقه ما فيش وجه المقارنه. يعني دايما المريض بيسالنا السؤال ده. يعني ما اعرفش برد رد ممكن يزعل الناس مني. اقول له انا لو حد بيقول لي هعمل عمليه تجميل وفيها نسبه خطوره 1%، انا مش هعملها. لكن انا دلوقتي داخل اعمل اجراء لا مناص منه لازم ان انا اعمله فورا، والا النتيجه هتبقى سيئه جدا. طيب نتكلم بقى على المضاعفات، لانه هيبقى برضو ان في حالات مش هنقدر ان احنا ننقذها طبعا. ايه المضاعفات يا دكتور الوارد حدوثها لو ما تمش انقاذ الحاله بشكل سريع وبشكل مظبوط؟
مفيش مضاعفه اكتر من ان بيحصل تلف لعدد جزء كبير جدا أيوة، من الخلايا بتاعه المخ. ممكن طبعا بعض الناس مع الادويه اللي احنا بنديها بتاعه السيوله بعد كده بيحصل نزيف، يعني بنسميه يعني هيموج اون توب اوف ستروك، ولكن انه بيحصل نزيف على الجلطه اللي موجوده. في ناس بيحصل لهم زي ارتشاح مائي بشكل كبير جدا في المخ، وبيحتاجوا تدخلات جراحيه عشان يحصل ريليز للتنشن اللي موجوده على الخلايا الدماغيه. مريض السكتة الدماغية لو حالة عنيفة مبقاش واعي، فكتير جدا بيحصل لهم مضاعفات. المريض طريح الفراش يعني بيحصل يعني معظمهم بيخش في هو الكبرى ممكن قوي. يفقد قدرته تماما طبعا. على الحركة وعلى أداء مهامه اليومية. ممكن طبعا. يفقدها تماما. مش ممكن، هو لو ما اتلحقش وما خدش علاج مظبوط قطاع كبير جدا منهم هيفقد ده طبعا. بالظبط. عشان كده العالم كله على فكره بيستثمر ولكن هو ازاي اول حاجه نمنع حدوث السكتات، وازاي نعالجها بشكل كبير، لان مهما كانت كلفه العلاج هي لا تمثل شيء بعد كده للمشوار الطويل قوي قوي المريض هياخده سواء من عبء مادي او اجتماعي او نفسي في علاجه يعني. طيب ازاي نمنع حدوث السكتات الدماغية؟ ما هو ده جزء مهم بقى، يعني ممكن يبقى هو الأهم في الحلقة. مظبوط حضرتك، ما هو ده اللي بنتكلم فيه حضرتك، ان احنا عندنا برايمري بريفنشن وسكندري بريفنشن. برايمري بريفنشن ان انا احاول اكتشف عوامل الخطوره. المفروض الحقيقه كل شخص طبيعي حتى هنقول بعد ما يعدي ال 40 سنه لازم يعمل تشيك اب على نفسه كويس جدا. لازم يبقى يقيس ضغطه بانتظام، لازم يعمل التحاليل الدوريه بتاعته، السكر التراكمي بتاعه وبقى السكر الصايم والفاطر، لانه مثلا لو عيان داخل على سكر احنا بنسميه بري دايابيتس، لا هيفرق معاه جدا جدا ان هو يعطل حدوث ده سنوات طويله، لكن هو ما يخشش بقى ان يبقى عنده فرانك دايابيتس سكر صريح يعني. الدهون الثلاثيه والدهون القليله الكثافه من اخطر الاسباب للسكته الدماغيه. والعالم كله دلوقتي متوجه لادويه عشان تقلل جدا المعدلات بتاعتهم عشان ما يترسبوش على الجدار بتاع الشريان، وبالتالي يساعدوا جدا في عمليه تصلب الشرايين. لو بتدخن بالتاكيد لازم توقف تدخين. الهيلثي لايف ستايل مهم جدا، نوعيه الاكل مهمه جدا. ودلوقتي اعتقد يعني بقى في ثوره في التغذيه في العالم كله سواء علاجيه او غير علاجيه. الناس بقت عارفه المفروض ده تاكل ايه وما تاكلش ايه يعني. وطبعا لازم يبقى في رياضه، واحنا يعني دي حته ديفيشن شويه عندنا في مصر كلنا، لكن احنا بنمارس رياضه خفيفه على الاقل المتوسطه عشان يمنع كل ده، لان كل ده الحقيقه بيفرق بشكل كبير جدا. لازم يبقى في تشيك اب كويس جدا على الاقل. ممارسه الرياضه يا دكتور بتمنع حدوث الجلطات الدماغيه؟ طبعا تمنع كل حاجه يعني تمنع كل حاجه. فهمنا شويه ازاي يعني ازاي الشخص الرياضي ممكن يحمي نفسه من الاصابه بالجلطات لانها الدماغيه؟ بتسيطر بشكل مبدئي على كل عوامل الخطوره. يعني المريض اللي بيمارس الرياضه غالبا ضغطه بينزل، معدلات الضغط بتاعته بتنزل، معدلات السكر بتاعته بتتحسن، معدلات الدهون بتاعته يعني احنا عندنا كوليسترول ضار ونافع. احسن حاجه بترفع الكوليسترول النافع اللي هو يعني ضد الضار ده هو انه يمارس رياضه. ما فيش اصلا حاجه ثانيه بترفعه غير ان هو يمارس رياضه يعني. فكل ده بشكل عام هو طبعا بيحسن الصحه. وهم فعلا دايما ينصحوا مرضى ضغط الدم المرتفع انه لو انت مارست رياضه ضغط الدم هينزل جدا وهيتحسن بشكل كبير قوي. طبعا. حتى الناس اللي قبل ما يصنفوا ان هم مرضى ضغط دم لو هم بيعلى اوقات وبينزل اوقات فيقولوا لهم طيب قبل ما ندي دواء حاولوا كده تمشوا كل يوم ساعه ونشوف ايه الاخبار يعني. بالظبط. الرياضه مهمه جدا. الرياضه احيانا بتمنع ان المريض ياخد دواء اصلا، يعني بالذات في ضغط الدم فور اكزامبل يعني. لكنه لو عمل رياضه يعني ممكن يستغنى عن الدواء بعد شويه، المعدلات بتاعته بتتحسن. يعني. بيظبط ضربات القلب بشكل كبير. بس طبعا يعني الكلام اللي بتكلم فيه ده قبل حدوث برضو اي امراض. بعد حدوث الامراض لازم استشاره بقى الطبيب المتخصص يعني. طيب ايه يا دكتور كنت عايز تقول ايه؟ اللي عايز اقوله بس حضرتك انه زي ما اتفقنا انه المريض بعد حدوث بقى لا قدر الله الجلطه لازم المريض بيتابع متابعه لصيقه جدا عشان ما تتكررش. لو عنده ممكن تتكرر. لانه لو عنده مشكله في القلب يعني مثلا احد الاعراض او احد الامراض الشائعه جدا عدم انتظام ضربات القلب او اللي احنا بنسميه رفرفه وزينيه. لازم العيان بياخد ادويه سيوله معينه وبيعمل متابعه لصيقه جدا، وما ينفعش يبطل الدواء تحت اي ظرف من الظروف الا لو بعد استشاره الطبيب عشان ما تتكررش.
الضغط لازم معدلاته تتحسن، لو عنده سكر لازم يحسن معدل السكر بتاعته، لازم السكر التراكمي بتاعه يبتدي ينزل ناحيه تحت 6.5. لو عنده دهون مرتفعه دلوقتي بقى يعني في ارشادات علميه صريحه وصارمه للمعدلات بتاعه الدهون دي في التحاليل، لازم انزل المعدلات اقل حتى ايفن من الطبيعي عشان المريض ما يبتديش يعني احنا عايزين بقى وانس ان احنا بدانا البروسيس دي لو اهملنا الغلطه الثانيه دي قادمه لا محاله، فلازم ابقى فيري اجريسيف ولازم ابقى عنيف جدا انه مسيطر على كل عوامل الخطوره اللي عندي دي عشان ما تتكررش خالص. طيب هي قادمه لا محاله دي لفتت نظري شويه، لانه يعني ايه قادمه لا محاله؟ هل الشخص ده جسمه بيكون جلطات؟ يعني هو هيبقى معرض دايما للاصابه بالجلطات لانه هو جسمه بيكون معرض لو اهمل لا طبعا، لو هو عالج عوامل الخطوره اللي عنده هيمنع يعني بشكل كبير جدا، مش عايز اقول 100% بس بشكل كبير جدا جدا تكرار الجلطات تاني. لكن مريض هو حصل له جلطه نتيجه ان الدهون بتاعته كانت عاليه جدا والضغط عالي جدا ومهمل وحصل له تصلب في الشرايين. لو خلاص انا الحمد لله ربنا سترها معانا في الجلطه دي وخدنا الدواء وداوبنا الجلطه وبرده ما باخدش العلاج وبرده ما بظبطش الضغط بتاعي، برده مش بظبط الدهون ومهمل في اكلي، بالتاكيد ده بقى سونر اور ليتر هيحصل جلطه تاني. لا انا بقصد ان في ناس اجسامها اكثر عرضه للاصابه او تكوين الجلطات. بص حضرتك تصلب الشرايين طبعا ده موضوع معقد جدا مع السن، يعني في ناس طبعا بيصابوا تصلب الشرايين في اعمار سنيه اصغر، في ناس بتصاب في اعمار اكبر وده يعني في عامل جيني، في عوامل جينيه كل مدى العلم بيكتشفها اكتر. مين ليه مريض بيبقى اكثر عرضه، ليه عيان مثلا ممكن يجي له تصلب شرايين عنيف جدا وهو عنده 50 سنه او 60 سنه، وليه واحد تاني ما بيجيلوش غير وعنده 80 سنه. ليها علاقه بالوراثه طبعا. طبعا ليها علاقه بالوراثه وبالجينات فبالتالي لكن اللي في ايدينا احنا نعمله ان احنا نسيطر على المشاكل اللي نقدر نسيطر عليها يعني. طيب احنا قلنا تقريبا معظم اسباب الاصابه بالجلطات او السكتات الدماغيه، ولكن انا في سؤال ورد لذهني دلوقتي خاص بانه هو انا ممكن ما يكونش عندي كل العوامل اللي احنا ذكرناها دلوقتي، ولكن انا يعني اتعرض لموقف ازعل قوي فيه فبالتالي يحصل لي سكتة دماغية؟ يعني صعب جدا ده عشان برضو يعني في ناس بترجع حدوث السكتة الدماغية ل انه زعل في موقف دلوقتي. لا، هو قصة زعل في موقف دلوقتي دي ممكن تكون عامل مساعد لمشكلة كانت موجودة عنده. بمعنى ايه حضرتك؟ اولا طبعا الاسترس المزمن، وخلينا نتكلم بس ان في ناس عايشه في ستريس مزمن. صحيح. ده بيرفع هرمون الكورتيزون وبالتالي بيعمل مشاكل كتير جدا، بيرفع الضغط بتاع المريض، بيرفع السكر، فبشكل عام يساعد على حدوث المشاكل بشكل مزمن. لكن ان انا ازعل دلوقتي حالا دي غالبا يبقى عندي سبب تاني، بس هو اجريفيتد بالزعل، يعني ضغطي عالي فجاه جدا بعد الشهر فحصل نزيف، يعني انا كنت على تكه بقى ماما زهقت زعلان قوي فحصل لي انا اوريدي عندي مشكله في القلب فبدا يحصل لي عدم انتظام في ضربات القلب عنيف فجاه، فده برضه بيساعد على حدوث جلطات في المخ. لكن يعني هو عامل مساعد يجي تحتيه او يجي تحت بالزبط. اسباب اخرى بالزبط. اكثر اهميه طبعا. ولكن هو ممكن يبقى مساعد. تمام. لكن ما فيش بقى زعل لو ما كانش عنده حاجه خالص فحصل له جلطه، لا ما بيحصلش. كويس برضه ان احنا نجاوب على سؤال زي ده. كتير قوي الناس بتفكر ان القصه بتمشي كده. طبعا. طيب دكتور، احنا بنختم خلاص وتقريبا وقت الحلقه بيخلص، فايه اللي احنا ما قلناهوش في الحلقه دي وحضرتك كنت تتمنى تقوله المريض السكته الدماغيه؟ اللي انا هقوله بس يعني احنا قلنا كل حاجه، بس انا اللي هاكد عليه تاني وانس ان انت عندك اعراض او حد من العيله اكتشف ان حضرتك عندك اعراض، لو سمحت بسرعه روح على المستشفى بسرعه. ما تحاولش ان انت ولا تاخد ادويه سيوله ولا تروح لدكتور في عيادته ولا الكلام ده خالص، لازم تتوجه جري على المستشفى لان احنا في صراع مع الوقت. الحاجه الثانيه وانس ان حصل سكته دماغيه لازم يبقى في متابعه مع طبيب متخصص علشان ما تتكررش، لان حضرتك لو ما عالجناش اولا رقم واحد حطينا ايدينا كويس قوي على الاسباب اللي ادت لده ورسمنا طريق العلاج المناسب، هيبقى في يعني فرصه يعني للتكرار، واحنا طبعا مش عايزين ده يحصل خالص.
طيب في اي ارشادات كده بسيطه نقدر نديها لمريض السكته الدماغيه اللي تعافى ووصل لمراحل كويسه يعني بعد التشافي، انه ما تتكررش مره تانية السكته الدماغيه؟ زي ما بقول ان هو يظبط كل عوامل الخطوره الموجوده عنده، يعمل متابعه طبيه، لان المبدا العام طبعا دايما الوقايه خير من العلاج يعني بالتاكيد يعني. استاذ دكتور احمد بسيوني، استاذ امراض المخ والاعصاب والقسطره المخيه جامعه عين شمس، انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور. ميرسي، نورتنا. ميرسي. بشكر حضراتكم على المتابعه، وبتمنى لكم دايما دوام الصحه والعافيه، واشوفكم على الف خير في حلقه جديده.